اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الجزء الثالث بتاع ندى وأحمد. وهنا ندى دخلت أوضة الأطفال اللي هي كانت بتحلم بيها، واللي هي كانت عاملاها على سنجة 10 للبيبي لما يشرب. والأوضة ديت هي بقالها 15 سنة متجوزة، كل سنة بتجدد ديكور الأوضة كامل متكامل كل سنة يا بنات. وجت اللحظة لقت فيها صاحبتها ريم كانت بتزور ندى وقاعدة معاها، ولكن كل دوت زي ما قلتلكم كان حلم. ندى حلمت ان هي قاعدة في الأوضة صاحبتها ريم، وهي كانت واقفة بتتكلم معاها، وفعلا صاحبتها ريم كانت شايلة بيبي، وبيبي جميل قوي قوي قوي، وفي الأوضة اللي ندى مصمماها للبيبي اللي ان شاء الله لما يشرف. وزي ما انتوا شايفين ندى بتقول لريم صاحبتها: ابن مين ده يا ريم؟ ردت ريم وقالت لها ده فهد ابنك. وعايزة اقول لكم ان ندى الحلم كان جميل قوي قوي، وكانت فرحانة ان ربنا رضاها، وان فعلا جابت الاسم والولد اللي كان نفسها فيه فهد. وفعلا عايزة اقول لكم احمد عمال يصحي في ندى ويقول لها: يلا يا ندى اتأخرتي على شغلك، يا ندى يا ندى، ويصحي فيها. وندى زي ما تقولوا كده ما كانتش عايزة تفوق من الحلم ده، وكانت مبسوطة جدا في الحلم، وكان احلى يوم بتهيألي ندى نامت وحلمت فيه. حرفيا ندى كانت نايمة نوم عميق جدا جدا، وكان كمان معاها ريم صاحبتها. ريم دي من أعز أصدقاء وأصحاب ليها، كانوا مبسوطين جدا ان الاتنين مع بعض في الحلم. وندى عمالة تقول لها: يا ريم هو ده مين؟ تقول لها: ده فهد ابنك، وتكررت لها الاسم اكتر من 3 مرات. وريم زي ما يكونوا كده، وريم كانت فرحانة قوي 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 كمان، لدرجة ان هي ما كانتش راضية تنزل فهد من على رجليها. وفعلا ده الاسم اللي ندى واحمد كانوا متفقين من عليه من ايام الخطوبة. وهنا كانت خلاص بقى ندى وقامت كمان عشان تاخد الشاور عشان تروح الشغل بتاعها. دخلت كده الحمام عشان تاخد دش محترم عشان تنزل الشغل. وبدأت ندى تكلم نفسها وهي في الحمام وتقول: يا رب، هو الحلم ده كان حقيقة ولا كان بجد؟ بس أنا بجد فعلا حرفيا ده ما كانش حلم، ده كل حاجة كانت متفسرة حقيقة. ودي الأوضة اللي أنا عاملاها حقيقي في شقتي، ودي كمان ريم صاحبتي، وده كمان الطفل اللي أنا فعلا نفسي أسميه فهد. بجد إزاي يا ربي؟ أنا حاسة إن الموضوع ده حقيقة، ده مش حلم، ده حقيقة. وبدأت ندى هتتجنن وعمالة تكلم في نفسها يا عيني. وطول الليل وطول النهار ندى عمالة تفكر: هل ده كان حلم ولا ده كان حقيقة، ولا دي كانت إشارة من ربنا إن ربنا هيرضيني فعلا بفهد في أقرب وقت. وزي ما يكون دي إشارة من ربنا، هنا فعلا ندى كان ميعاد التحاليلات والإشاعات تاني، وراحت ندى للمستشفى لأنها كان عندها ميعاد للدكتور. وفعلا ندى يا حبيبتي ما راحتش الشغل بتاعها، بدل ما تروح شغلها طلعت على المستشفى وعادت كل الإشاعات والتحليلات، بعد طبعا مرور 6 شهور من أخذ العلاج اللي الدكتور كان ممشيها عليه. مشيت على علاجها بحذافيره زي ما بيقولوا 6 شهور، لأنها يا حبيبتي أمنية حياتها إن هي تحمل بقالها 15 سنة. وهنا فعلا الدكتور قال لها: انا في مفاجأة عايزة اقولها لك، بس لازم تجيبي استاذ احمد معاكي. فعلا ندى اتصلت باحمد وقالت له: الحق، ده باين في كارثة ومصيبة، تعالى يا احمد الدكتور محتاجنا وعايزيننا احنا الاتنين مع بعض. احمد ساب الشغل بتاعه وطلع لندى على المستشفى جري. وهنا كانت المفاجأة وكانت النتيجة. الدكتور هنا كان بيحمسهم وكان بيقول لها: انت قد ايه يا ندى تعبتي في ال6 شهور اللي فاتوا؟ كل يوم حقنة، وكل يوم كشوفات وعلاجات وبراشيم، واتبهدلتي في المستشفى معايا كتير. وفعلا ده حقيقة. وهنا كانت اللحظة الحاسمة، الدكتور بلغ ندى وبلغ أحمد إن ندى الحمد لله حامل. وهنا ندى وأحمد ما كانوش مصدقين نفسهم وما كانوش مصدقين الدكتور. بجد الدكتور دوت دكتور عصام ده كان من أشطر الدكاترة اللي فعلا الناس وصفوهم لندى وأحمد. وفعلا ندى قالت له: فعلا يا دكتور، انت فعلا ما خيبتش ظني ابدا، فعلا زي ما انا مجيت وقلت لحضرتك ان شاء الله بعد ربنا هتابع معاك وربنا هيرضيني على ايدك بعد 15 سنة. وفعلا هو دوت اللي حصل. هنا احمد ما بقاش مصدق نفسه، وكان فرحان قوي قوي قوي، وخصوصا عشان نفسية ندى، لان ندى كانت طول النهار وطول الليل قاعدة في الأوضة بتاعة الأطفال وعمالة تعيط. هو ده اللي كانت بتعمله، كانوا بيسمعوا أوحش الكلام
من أقرص ليهم بسبب موضوع الحمل. فهنا ندى واحمد كانوا مبسوطين قوي، والدكتور كمان كان مبسوط جدا جدا ان هو بعد ربنا بالعلاج الحمد لله ندى بقت حامل. وقال لها كمان انت يا مدام ندى المفاجأة الاكبر ان انت خلاص حامل في الشهر التاني كمان. اتاري ندى كانت حامل من الشهر اللي فات، عشان كده ربنا عمال يديها في اشارات، كل ما تنام كانت بتحلم ان هي ولدت، كل ما تنام تحلم ان هي ولدت. فندى ردت وقالت له فعلا يا احمد انا النهارده حلمت ان ريم صاحبتي كانت قاعده عندي في اوضه الاطفال، كانت شايله بيبي جميل قوي، وقلت لها مين ده يا ريم؟ قالت لي ده فهد ابنك. خلاص يا احمد ان شاء الله لو ربنا ادانا ولد لازم نسميه فهد زي ما انا ما حلمت بيه النهارده. ورد احمد عليها وقال لها ان شاء الله يا حبيبتي اللي ربنا يجيبه كله خير ونعمه، اهم حاجه نفسيتنا، واهم حاجه ان ربنا رضانا، ولد او بنت اي حاجه انا راضي. النهارده الجزء الثالث وانتظروني في الجزء الرابع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.